نطلع لعمر شواريتو عشان ايه؟ هنخلص موضوع القيصر ده. السلام عليكم وبدايه فيديو جديد. طبعا يا جدعان انتوا كلكم شفتوا الفيديو اللي فات ان القيصر خطف احمد اخويا. المفروض ان حد كلمنا وقال لنا تعالوا المكان اللي هبعته لكم موجود فيه القيصر. المفروض ان احنا رحنا المكان بس للاسف كان معمول لنا كمين واتغفلنا، واحمد اخويا شاف القيصر ونزل باين عشان يمسكه، حد ضربه على دماغه وخطفوه وجريوا. طبعا يا جدعان وانا رنيت على شاور ما بيردش عليا، فالمفروض يا جدعان ان انا جبت ابو المجد معايا، ودلوقتي هنطلع على بيت عمر شاور يا جدعان اشوفه في البيت، انادي عليه من عند البيت لان كل ما برن عليه غير متاح مش عارف ليه. المفروض يا جدعان اللي احنا دلوقتي في الطريق اكلهم من الطريق كده ورايحين عند عمر دلوقتي. المفروض ان نشوف الدنيا وهنشوف هنعمل ايه مع القيصر. المفروض ان انا هنرجع بيسو ازاي، برن عليه غير متاح، فالمفروض ان احنا بقى هنروح تحت البيت وننادي عليه لحد ما ينزل لنا، عشان لازم انا ارجع احمد اخويا، عشان لحد دلوقتي ابويا ما يعرفش ان احمد اخويا اتخطف. كل ما رن عليه يقول له انا قاعد في البيت اللي هو في طنطا عشان ما يعرفهمش. لو هو مش في طنطا المفروض ان احنا هناخد بعضنا ونطلع على الفيلا اللي في القاهره. فيا جدعان لو انتوا بتتفرجوا على الفيديو ومش مشتركين في القناه انزلوا دلوقتي اعملوا سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو وفعلوا زر الجرس عشان اي فيديو ينزل لكم يوصل لكم الاشعار ان احنا نزلنا فيديو. لو حابين تتابعوا الاحداث الجايه المفروض ان احنا دلوقتي هناخد بعضنا ونطلع على بيت عمر شاور. طب يا جدعان وصلنا دلوقتي عند شارع عمر شاور. المفروض يا جدعان احنا جينا دلوقتي عند الشارع. هننادي عليه. ايه ده نضارات اهو. والله نضارات. ايه ده يا بيسا؟ حبيبي يا نضارات. بقول لك ايه؟ ايوه شفتش عمر شاور؟ لا ما شفتوش. انت متأكد يا ابني؟ ايوه ما شفتوش يا لسه كداب. بقول لك ما ايه؟ شفتوش. طب اسمع بس النصيبه اللي احنا عيب فيها. عليك يالا، انا هكدب على حاجه زي كده. اسمع النصيبه اللي احنا فيها. القيصر خطف اخويا. يا لهوي اوه ماي جاد. انت بتهلس؟ ايه ده؟ تعمل ايه هنا يلا؟ بص البص. تعمل ايه؟ ايه اللي جايبك هنا؟ يا اسطى بقول لك مش ايه؟ عمر كرشك من هناك؟ اسمع بس جاي مني تجيبه انا هنا. انا دلوقتي انا اسمع، في مش مصيبه هسمع. حسام. يا اسطى انت بتفتكرك هيساعدني؟ طب انا عايز سؤال، بتصور خدم اخوكم وخدم عشان كنا عايزين نخلص منكم خالص. عشان الحس يتراضى يا جدعان. اللي ما سمعش مهرجان الحس البص الحته الطريه، اللينك تحت في الديسكريبشن اكتبوا على جدعان اليوتيوب اسمعوا هيكيفوا. الحته الطريه واتفرجوا على مهرجان الحس البص، اقوى مهرجان في مصر كلها. المهم انت بس ما مشكلة. تضيعش، بس انت اللي جابك هنا. طب خلاص يا جدعان احنا كنا رحنا اللوكيشن اللي بعت لنا. صلى على النبي. لما حد كلمني قال لي بقول لك ايه، انت عارف ان انا وانت بنساعد شاور وبتاع عشان أيوة. نمسك القيصر وهنمسكه. حد كلمنا قال لنا بقول لك ايه انا هبعت لك اللوكيشن بتاع القيصر، قال لي وهتلاقي القيصر هناك. رحت انا واحمد اخويا ما لقيتش احمد اخويا، رجعت من غيره اختفى. ازاي بقى اختفى ازاي؟ اللي هو قال القيصر شاف القيصر وجري باين شكل حد خاطفه. شكل ده كمين. خلاص اول ما احنا نزلنا بقى انت جايبه معاك ليه بقى؟ انا جيت دلوقتي بنزل عمر لقيته واقف تحت البيت. ده الفرد الامن الحارس هنا. ده اللي بيبقى تحت البيت. بص انت بتعمل ايه انت؟ لازم بشبشب الحمام. ثواني بص شبشب، ده شبشب ست الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن اليها. شبشب ال 250 جنيه توت على كابوت. يلا الله مقطوع يرحمه. كمان يا ابني. ما هو اتقطع بقى الحمد لله، تقريبا حد قطع نهار اسود. اهو يا جدعان كنت نازل اجيب عيش فينو، كنت نازل اجيب عيش فينو. تعالى كده ما خد تخافش. بس خد كلمه حساب. رسالة يا جدعان من الفيديو ده كله يتبرع للنضارات على رقم يا عم اتبرع ايه يا عم انت فاهمني؟ عايزين اتبرع ايه؟ عايزين لا 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 طب عمليهم رقمك؟ لا ولا طب يا اسطى دلوقتي ما تخرجناش من المشكله لهزار. احنا انت دلوقتي ازاي اخوك مخطوف وقاعد فرحان؟ والله اخويا اتخطف ما بهزرش يا اسطى. طب عايز السؤال، والله ما خطفك بهزر على فكره القيصر ده مش جدع، كان المفروض يخطفك انت كمان. يا اسطى ما بهزرش يا عم حسام. دلوقتي احنا دلوقتي نتصرف ازاي؟ انا عارف ان انت دماغك الماس وانا كنت هتصل بيك اصلا ماشي. انت والله. جاي الشارع عند عمر ليه؟ انا هو كنت احنا جاي المفروض انادي جايين لعمر عمر عشان عشان يساعدنا. اقول له ان القيصر خطف اخويا. ما عمر مش هنا. عمر مش هنا؟ انت متاكد يا اسطى من اللي بتقوله ولا؟ طب لو ناديته عمر قاعد دلوقتي في الفيلا مستني القيصر على عقل. مستني عمر دلوقتي على الاقل غلطه يا اسطى. عمر دلوقتي مستني القيصر في اللي هو الفيلا لو بتاعته مسكه على اي غلطه عشان هيكسحه. طب بقول لك ايه يا اسطى، هنرجع اخويا ازاي يا اسطى؟ طب عايزك تساعدني يا عم روح حسام. لعمر بقى. نروح له المفروض ان احنا يا نروح اسطى. القاهره صح؟ لا طب احنا لو رحنا دلوقتي عربيتك الشقيه. يوم بيها انت هتروح خليك معانا.
تجيب قول عربيتك تاني قول تاني. هتجيب عربيتك الشقيه. عربيتي، ما انت عارف يا عم حسام ان عربيتي عامله حادثه، مين هي السبب؟ مفيش حل. مين اللي كان المخطوط حسام. يلا السكوتر ده ما بيسافرش. اسكتر حسام هو اللي هيودينا. تعال يا عم انا هطلعك لعمر. تعال لسه ما عايز تطلع على عمر؟ تعال تعال. دلوقتي يا جدعان هنطلع على عمر صواريته عشان ايه؟ نخلص موضوع القيصر ده. هيطلع على عمر شعر يا جدعان. بصوا يا جدعان، هات الكاميرا يا ابني كده، هقول كده. اتكلم يا ابني، هات الكاميرا النضارات، هات الكاميرا النضارات. هيطلع على عمر شعر ايه؟ سلبى بابا يا جدعان. تعال. طب يا اسطى اعمل ايه بقى دلوقتي؟ يا جدعان اخويا مخطوف والاتنين عمالين يهلسوا وعمالين يهزروا. اعمل ايه انا دلوقتي يا عم حسام؟ تعمل ايه؟ تروح تجيب اخوك. طب انا عايزك تخطط لي. طيب هنجيبه ازاي؟ طب انا ما اعرفش ان هو فين ولا حد يكلمني. بص اشتغل بس. طب تعالى على اول الشارع. تعال نقف على اول الشارع هنا يا اسطى. المفروض يا جدعان الساعه 3 الفجر. استنى كده انا جاي لك اهو. يا جدعان تعالى بقى كده عشان الواد حسام ده بيهزر وبمسكه واضربه دلوقتي. هو خد على نضارات يلا، خد هقول لك يلا. تعال. تعال بس اقول لك على حاجه. اقول لك على حاجه النضاره. انت حسيت بقيت ستايل مغني كده فجاه يا حسام. ده انت ولا بقيت عصام صاصه ولا اسلام كابونجا. بص انا لابس ايه بقى فريجي. بص بس بذمتكم وراكوا الشبشب. افجر ميرش في المجره من على بص، شاور شوف منكم. بس بص انا اصبر يلا اصبر بس عشان في هنا. بص يا جدعان اني اول فت بص يعني تتقرع عليك. بص الشراب ده بيجي منين؟ من شاور شوب دوت كوم وفي ترنج التورش روحوا هاتوه بسرعه. ترنج الترش على اللحمه على الشبشب ده بيجي منين؟ من عند بيت ست. ده بيجي منين انا الدراسه؟ من عند بيت ست الله يرحمه. من عند بيت ست الله يرحمه. لا انا هتربع الدولار. ايه رفض حسيتك انا الدراسه؟ امين يا رب، ربنا يا رب يرحمه. همشي عارف اروح بقى على طول كده بعد ما الشبشب اتفشخ. دلوقتي يا جدعان اخويا مخطوف والاتنين عمالين يهلسوا وانا مش قادر امسك نفسي من الضحك. انت هتبيعني يا اسطى؟ انت شايف كده؟ انت شايف كده يا عم حسام؟ طب احلى مسا يا عم حسام. وبسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك من نفسك. خلي بالك انت. امشي بقى. خليكوا ساعديني يا جدعان. انا جبته عشان يساعدني بقى يعني. ما تزعلوش بقى من اللي هعمله في حسام. ايه اللي معدي بالصدفه شفتك ما تزعلش يا اسطى. ازعل اللي عندك اعمله.